السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا وصلنا النهاردة 10 رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعودوا علينا بخير بإذن الله، ويتقبل منا صيامنا وقيامنا والأعمال اللي احنا بنعملها، وكل واحدة فينا ربنا يجازيها خير على صيامها وعلى وقفتها. يعني تعتبر لك ربنا بيحتسب لك صيام وإفطار صايم ان شاء الله باذن الله. ربنا يحتسب عنده خير باذن الله، ويتقبل مننا صيامنا وقيامنا واللي احنا بنعمله مع عيالنا ورجالتنا. احنا هنعمل النهارده مع بعضينا محشي كوسه ومحشي ورق عنب، فطار كده ايه حلو وبسيط وخفيف مع الغلا اللي احنا فيه ده. هنسمي الله. معانا بصلتين مع معلقتين سمنه من اللي انا كنت مسيحاها معاكم قبل كده لو انتوا شفتوا الفيديو، ومعلقتين زيت. يا دوب بتديها تشويحه بس، انا مش لا بنصفرها ولا بنحمر يا دوب بتديها تدبل بس كده البصلايه. واحنا حاطين البصله كده على النار، كان معانا معلقه هريسه الثوم اللي انا موريها لكم دي، هريسه الشطه مع الثوم والكزبره ناشفه وكمون وفلفل اسمر وملح، بتدقيها كده مع بعضيها. انت بتحطي الهريسه ديت مع التتبيله ديت مع البصله، يا دوب تديها تشويحه وتاخد ريحه كده، وبعد كده هنسقط عليها الطماطم. طبعا احنا كنا مقورين الكوسه وحطينها في ميه بملح وسالقين ورق العنب كده. احنا ضاربين الطماطم بتاعتنا، هنحطها، هنحط كمون، كزبره ناشفه وفلفل اسود، انا بحب الفلفل الاسود الزياده بصراحه في الاكل، بيدي طعم. هنسيبها نتسبك بقى ونروح نجهز الورق العنب والكوسه. بصوا يا حبايبي، احنا مقورينها وسالقين ورق العنب اهو، مصفيين وغاسلين الرز ومصفيين وغاسلين عليها الخضره بتاعتها. لقينا ورق العنب رخيص، جبنا الربع ب10 النهارده بعد ما كان ب25، والكوسه جبناها ب10 بعد ما كانت ب20. كده احنا خلصنا الصلصه بتاعتنا، هنحطها هنحط عليها معلقتين صلصه جاهزه من العلبه كده، وهنحط التتبيله بتاع الرز والخضره بتاعتنا، كزبره خضراء وبقدونس وشبت. بصوا يا حبايبي، احلى حاجه في المحشي ان انت تغسلي الرز وتسيبيه يتصفى. وهنقلبهم. على فكره الصلصه بتاعتها حمرا، بس هي الكاميرا اللي مش موضحه. وهنجيب ورق العنب بقى، هو صغير بس حلو يعني قضى الغرض. حاطين في قعر الحله الحشو بتاع الكوسه اللي احنا القلب بتاع الكوسه اللي احنا مطلعينه، حطيناه تحت. ما عندكيش حطي مثلا نسيتيه ولا رميتيه حطي بصل، حطي طماطم، بطاطسايه قشريها كده وخرطيها طرنشات وحطيها في القعر. بصوا انا مش شكرانيه في نفسي، انا اسرع واحده تلف محشي ورق كرنب ورق عنب وكوسه، اسرع واحده يعني تعمل محشي عامه يعني، لان انا بنحبه وسهل وكل حاجه سهله. انا مش عارفه يعني في ناس تقول لك اجيب الكرنبايه في يوم واعمل ده في يوم واعمل ده في يوم، تعمل المحشي على 3 ايام ليه؟ في مثل بيقول لك ايه، شغلانه البدريه منسيه. كده احنا خلصنا. طبعا الجزء اللي احنا بنحشي فيه الكوسه وورق العنب ده اتحذف، انا ما لقيتهوش. احنا بعد ما كده احنا كان عندنا شوربه، سقينا الورق العنب وحطينا الكوسه في الفرن وسوينا ده وسوينا، وعملنا طبق سلطه وعملنا سلطه طحينه وطبق جرجير وعملنا عصير والبلح باللبن، وده كان فطارنا. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو ما عندكيش شوربه، حبه ميه بطماطميه مضروبه او معلقه صلصه مرقه وحبه فلفل اسمر، معلقه سمنه بلدي، وتديها تدفيها سنه كده وتزودي بيها الاكل بتاعك برضو، وكله نعمه وفضل الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين.